هذا اليوم المبارك، في هذه الأمسية المباركة، في هذه الأيام المباركة. جمعنا من غير قرابة ولا تجارة ولا علاقات دنيوية بيننا، إنما اجتمعنا جميعا في هذه الساحة والله شاهدنا ورقيبنا. اجتمعنا جميعا من أجل قضية بالنسبة إلينا جميعا مركزية إسلامية عقدية، لا يجب أن ينفك من عقولنا هذا الاعتقاد الذي يراد له أن ينمحي من عقولنا. إخوة الكرام، أخوات الكريمات، اجتمعنا في هذه الوقفة الرمزية المباركة بإذن الله تعالى باش نقولوا واحد الكلام أساسا نقولوه لنفسنا ونقولوه اللي كيستمعوا لنا. الآن احنا في واحد المرحلة خطيرة من تاريخ الإسلام أو الدول الإسلامية، من تاريخ القضية الفلسطينية، واحد المرحلة خطيرة من تاريخ الشعوب العربية والإسلامية. هذه المرحلة الخطيرة هذه التي يراد ويعمل جاهدا من أجل إعادة واحد مجموعة من القواعد، واحد مجموعة الترتيبات اللي ترتب لنا الامور الشفافية وحتى واحد ما يقدر ينكرها إلا اللي معمية له الجرية ولا مفموس القلب ديالو. القضية الفلسطينية في القلوب ديالنا أولا وفي الواقع ثانيا. هادشي اللي خصنا نفهموا أيها الأخوة الكرام الأخوات الكريمات. الشيء اللي كيدار اليوم شيء ماشي سهل جدا. اليوم خصكم تلاحظوا وخصكم تنتبهوا باللي كاينين ولادنا، كاينين خوتنا، كاين مجموعه الناس اللي قراب لينا كيقول لك اش دا لهاد الفلسطينيين هاد الصداع، اش داهم هاد الصراع. ياك هادوك اليهود كانوا تما من زمان، ياك هذاك المسجد الاقصى حتى هما عندهم فيهم حقهم، اش ما يخليهمش يصليو فيه حتى هما. هاد الكلام اللي بدا كيتقال في الاوساط ديال الشباب وفي الاوساط ديال مجموعه من الناس هو اللي بغاو يوصلوا ليلو، هو اللي خصنا نحذروا منه الاخوان الكرام الاخوات الكريمات. اليوم يراد التصفيه ديالنا ومن بعدها من الواقع ديالنا، لان الان الاخوه الكرام احنا في مرحله خطيره جدا، هذا هو اللي كيميزها. وبالتالي الى قلت لكم من الاخوان ديالنا في فلسطين هذا راه امر حقيقي. كنقول للاخوان ديالي والاخوات ديالي والجميع اللي كيسمعني واللي غيسمعني، فلسطين بالنسبه لنا حنا المسلمين مساله عقديه. هذوك الناس اللي في فلسطين، داك الوليدات الصغار داك الشبان كيموتوا في فلسطين بالنيابه علينا، هذوك الناس كيموتوا بالنيابه علينا، هذا العتيق ديالنا. والا المطلوب منا والواجب علينا ان كلنا نكونوا في فلسطين هذا النهار. هذوك ما كيموتوش لان ما خلاهمش يخدموا ولا لان ما عنده ما ياكل ولا لان ما عندوش اللباس ولا عنده شي حاجه اخرى. ذاك الناس جالسين في البيت في المسجد الاقصى، جالسين في القبه الصخره، جالسين في الحرم الابراهيمي، جالسين كيدافعوا على المقدسات ديال الامه، جالسين كيدافعوا على اولى القبلتين وثالث الحرمين. ما كيدافعوش على واش هما حاروا يمشيو يجلسوا في ديورهم، حاروا يمشيو يتنعموا، حاروا ما حاروش، ولكن استحضار البعد العقدي لهذه القضيه الفلسطينيه هو اللي خلاهم يضحيوا بالغالي والنفيس. اطفال، شفتوا تصاور العيالات، شفتوا تصاور الوليدات ديال البنيات كيموتوا كيضحيوا نفوسهم عشان فلسطين. ما شفتوهمش؟ كاملين شفتوهم، كاملين شفتوهم. هادو كيموتوا بالنيابه عليا الاخوان الاخوات الكرام. يا شهيد ارتاح ارتاح، سنواصل ارتاح ارتاح، سنواصل الكفاح. يا شهيد ارتاح ارتاح، سنواصل الكفاح. كيدور في الواقع العربي، عارفين كلكم اش كيدور في الدول العربية في المحيط الاقليمي، وعارفين كلكم اش كيدور، عارفين كلكم اش كيتصاوب. وبالتالي الله يجازيكم بخير. ادعو واكرر باش نبذلوا مجهود اضافي في ابقاء القضيه الفلسطينيه حيه في الاذهان ديال ولادنا جميعا، حيه في الاذهان ديال المجتمع بشتى الطرق. هذه مسؤوليتنا كافراد، كجماعات، كهيئات، كاحزاب، كمنظمات. هذه المساله الاساسيه. اليوم كتشوفوا كلكم جميع الواقع، كتشوفوا السلاح ديال العرب وديال المسلمين لما موجه هاد الملايين ديال الاسلحه لما توجهات ولما كان خصها توجه. شفتوا جميع اش صار في مصر وشكون اللي جابوا لمصر وعلاش جا هذاك لمصر، هذاك ديال مصر اللي ما عمر الصهاينه بداتهم. فكروا انهم يغرقوا قطاع غزه بالماء، جا هذا الصهيوني الكبير ودار هذه العمليه اللي ما فكروش فيها حتى اليهود، ما فكروش فيها حتى الصهاينه. وبالتالي مفهوم علاش مشى مرسي، مفهوم علاش الان في سوريا اللي حتى الساعه ما غتصفى، مفهوم اش وقع في الاردن، مفهوم اش وقع في مجموعه ديال الدول الاسلاميه والعربيه. هادشي كله مفهوم، كله واضح. دائما كنرجع للمسؤوليه ديالنا جميع، المسؤوليه ديال الجميع باش نقدموه لفلسطين حقيقه.
ولكن نملك دائما كما كنقول نملك الدعاء، نملك معهم يا مسلم لا تطبع. نأكدها من جديد وكنعطيو الدعوه ديالكم جميعا. نحن نطالب الدوله المغربيه من جديد ومره اخرى بوقف جميع انواع التعامل مع الكيان الصهيوني. هذا كيان مغتصب، طال الزمن ولا قصر غيبقى كيان مغتصب. كيما بغا يدير هذا المنتظم الدولي يزوق هاد الهضره، ما عمر راح ينسى فينا بعد واحد في الفور. هذا غير ولاد باع كيقراوه، غيرها ما يمكنش يساوي التاريخ الفلسطيني. حنا من جديد كنجدوا ونطالبوا الدوله ديالنا